دابا الا سولت شي واحد شنو هو لينكس غادي يقول لي نظام تشغيل قوي كيشغل السيرفرات، الهواتف وحتى البنيه التحتيه ديال الانترنت، وهذا الشيء كامل صحيح. ولكن السؤال الحقيقي هو كيفاش تكتب هذا النظام اصلا؟ منين جاب لينكس الادوات باش يدير هذا الشيء كامل؟ الجواب بسيط، لغه السي. وباش نفهموا قيمتها خصنا نرجعوا للزمن اللي كانت فيه البرمجه شبه مستحيله. بغيت ناخذ 10 ثواني من الوقت ديالكم باش نشكر الدراري وبنات كاملين اللي تاقوا في الكوميونيتي، حيت مؤخرا كملنا 500 ممبر في سيرفر ديسكورد اللي كتعتبر وان اوف ذا فيرست سيرفرز في الكاتيجوري ديال لينكس في ديسبورد. فمجددا ما عرفتش شنو غادي نقول صراحه، شكرا بزاف على الثقه ديالكم. ما نطولش عليكم، يلا نبداو. في ذاك الوقت وقبل السبعينات المبرمجين كانوا كيتعاملوا مباشره مع الاله بالاصفار والوحدات ولا حتى بالاسمبلي، لغات مستعصيه ومرهونه بكل جهاز بوحده. يعني البرنامج اللي خدمتي عليه مده طويله ممكن ما يخدمش اذا غير بدلتي الحاسوب. الشركات الكبيره بحال الاي بي ام كانت مسيطره، ولكن حتى هي كانت كتواجه نفس المشكل، تطوير بطيء معقد ومكلف بزاف. من بعد جاو لغات بحال فورتران وكوبول اللي بدورهم حاولوا يسهلوا المأمورية، ولكن ما كانوش كيوفروا التوازن بين القوة والبساطة اللي كانوا كيتسناو المبرمجين. بدات القصة الحقيقية في واحد البلاصة في أمريكا اسمها بيل لابس. ما كانش مجرد مركز أبحاث، حيث منه خرج ترانزستور ومنه خرج حتى يونكس، أول نظام تشغيل حديث بمعنى الكلمة. ولكن حتى يونكس كان عنده نفس المشكلة، مكتوب أسمبلي وكل مرة خصو يتعاود يتكومبيلا من الصفر باش يخدم على جهاز جديد. وهنا واحد المهندس اسمه دينيس ريتشي قرر يتخذ خطوة جريئة، يبني لغة جديدة من الصفر. في 1972 زادت السي، لغة بسيطة ولكن قوية كتخليك تتحكم في الذاكرة والمعالج وفي نفس الوقت تكتب كود مفهوم وقابل للنقل. وبعد عام واحد فقط يونكس كامل تعاودت الكتابة ديالو بهذه اللغة. وهذه اللحظة كانت نقطة تحول، ولأول مرة نظام التشغيل يقدر يتحرك من جهاز لجهاز بلا ما يحتاج يتكومبيلا من جديد. ومن ذاك الوقت السي ولات بحال الساس اللي كيتبنى عليه العالم الرقمي كامل تقريبا. وفي 1991 لينس ترافولد ما اختارش السي بالصدفة، اختارها حيت كانت الطريقة الوحيدة باش يتحكم في كل حاجة من الذاكرة والمعالج وصولا للتفاصيل الصغيرة اللي كتصنع الفرق. ولكن السؤال اللي كيبقى هو علاش السي بالضبط؟ الجواب ماشي في كونها سهلة، حيت راه ماشي بالسهولة ديال اللغات الحديثة. الجواب في الفهم اللي كتعطيك. ملي كتعلم السي كتعلم كيفاش الحاسوب كيفكر وكتفهم الذاكرة والميكانيزم اللي كتحرك به البيانات. وحتى من بعد موت دينيس ريتشي التأثير ديالو بقى بصمت وبلا ضجيج، فقط حضور قوي في أغلب الأجهزة حول العالم. واليوم من بعد أكثر من 50 عام السي ما زالت في المقدمة. لغات بزاف جاو ومشاو، فريموركس تبدلوا، ولكن هي باقا شادة في راسها. خليونا دابا نحاولوا نتعمقوا في هذه اللغة أكثر. في السي أي برنامج كيبدا من المين، ولكن في لينكس الأمور كتكون أعمق. الكود ديال الكيرنل كامل مكتوب بالسي وكيتهيأ باش يتكومبيلا بطريقة تخليه يتعامل مباشرة مع الهاردوير. ملي كيشتغل لينكس المعالج كيبدا سلسله ديال الانيشياليزيشنز مكتوبه بالسي والاسمبلي، ومن تما كيبدا يتحكم في كل شيء، الميموار، البروسيس والديفايسز. مثلا ملي كيحاول شي برنامج يخدم كيدوز عبر فانكشنز او ما يسمى بسيستم كولز باش يعطي اوامر مباشره للكيرنل. وزيد على هادشي لينكس ماشي غير قوي حيت مكتوب بالسي، ولكن حتى كيفاش كينظم الخدمه بين البرامج. كل بروسيس كيخدم معزول بوحدو، عنده الميموار ديالو والسبيس ديالو، وما عنده حتى وصول مباشر للبروسيس اخر. هذا العزل كيخلي اي خطا في برنامج معين ما ينتشرش لباقي النظام. واللينكس كيتحكم في هادشي كامل عبر بيرميشنز وسكيدجولينغ. هاد التنظيم هو اللي كيخلي النظام يبقى ستابل حتى الا كانوا مئات البرامج خدامين في نفس الوقت. وإلا خدمتي في السيب اوبن ولا ريد راه كتطلب من النظام يتعامل مع واحد الفايل معين في الديسك. هاد الطلب كيدوز من اليوزر سبيس للكيرنل سبيس، ولينكس كيتكلف يقرا الداتا ويحطها في الميموار ويرجعها للبرنامج. حتى البوينترز اللي الاغلبيه فينا خدم بهم هما اساس القوه ديال لينكس، حيت الكيرنل خصو يتحكم بدقه في الادريسز ديال الميموار ويسير بزاف ديال العمليات في نفس الوقت بلا ما يطيح النظام. وحتى الميموار مانجمنت بحال الالوكيشن والفيرتوال ميموري مبني على نفس المفاهيم ولكن على سكيل اكبر، واي غلطه صغيره تقدر تاثر على النظام كامل. وهادشي علاش السي بقات هي الاختيار، تحكم كامل وقريب للهاردوير. واذا وصلتي لهاد اللحظه من الفيديو عزيزي المشاهد فكنتمنى تشاركنا رايك في التعاليق. واش عمرك خدمتي بالسي وشنو كان الانطباع ديالك عليها؟ ما تنساوش تدخلوا السيرفر ديسكورد، الرابط فحال ديما في صندوق الوصف. وهذا كان فيديو اليوم، كان معكم ميدبا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.